عندنا سمنة بيورلاند الحلوب ومعانا زبدة بيورلاند الحلوب. دي سمنة صافي للناس اللي ما بتعرفش تسيح السمنة او ما عندهاش وقت. شايفين السمنة مرملة وجميلة ازاي؟ عرضتها لكم في كام فيديو قبل كده ووضحتها لكم ووريتكم التصفية بتاعتها. دي السمنة البقري، والتانية كانت السمنة الجاموسي. موجود النوعين، ودي زبدة بقري. بصوا يا جماعة، زبدة متعبية آلي في عبوات زي السمنة عادي جدا، عشان تضمني نظافة وتعقيم الزبدة بتاعتك. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا وصفة النهاردة ازاي. الوصفة النهاردة محتاجة كده قطعة كده من اللحم سمينة. فجبت القطعة دي، كانت لسه مخرجاها من التلاجة. هاخدها احطها بقى كده في الميكرويف شوية تفك شوية كده، يعني فكتها نوعا ما. ما بحبش افكها ان هي تنزل التلج قوي، يا دوبك بس كده اعرف امسكها. هقطع قطعة اللحم قطع كده صغيرة. دي قطعة انتركوت، دي من القطع الجميلة جدا في الشوي. لو حابة تشوي عندك الفليتو او الانتركوت، دي قطع مناسبة للشوي جدا، بس انا النهارده حبيت اقطعها هتديني طعم حلو جدا للوصفة بتاعتنا. قطعتها قطع صغيرة بالشكل ده، وبعد كده هاخدها على المفرمة. حبيت اوري الناس اللي قالوا المفرمة ملهاش اي لازمة ومش بتفرم. المفرمة هي يا جماعة بتفرم وجميلة جدا. دي مولينكس فرنساوي. الفرمة بتاعتها جميلة جدا حقيقة، ما بستغناش عنها. انا ما بشتريش لحمه مفرومه خالص، بجيب اللحمه الصحيحه وبعد كده ابتدي افرمها. فرمتها، بعد كده حبيت اقص كده حبه عطريات. معايا هنا روزميري، ومعانا نعناع سعودي، ومعانا النعناع البلدي. اخدت كده حبه منهم، وبعد كده اغسلهم كويس جدا كذا مره. بقى اغسلي كده النعناع بتاعك. وبعد كده بقى تعالي كده وهشيلي بصلايه كبيره، تكون بصله بيضه. البصل الابيض بيخلي طعم الاكل مسكر وجميل. احلى اكله بتطلع من تقطيع ايدك، بيبقى الاكل مسكر وطعمه جميل جدا. قطعت البصله الكبيره وعليها ملح وفلفل اسود، وتعالي بقى كده عصريها عصره حلوه قوي لغايه ما تنزل العصير منها، تدي طعم حلو قوي للاكل. بعد كده هنا بقى معانا عندنا سمنة بيورلاند الحلوب ومعانا زبدة بيورلاند الحلوب. دي سمنة صافي للناس اللي ما بتعرفش تسيح السمنة او ما عندهاش وقت. شايفين السمنة مرملة وجميلة ازاي؟ عرضتها لكم في كام فيديو قبل كده ووضحتها لكم ووريتكم التصفية بتاعتها. دي السمنة البقري، والتانية كانت السمنة الجاموسي. موجود النوعين، ودي زبدة بقري. بصوا يا جماعة، زبدة متعبية آلي في عبوات زي السمنة عادي جدا، عشان تضمني نظافة وتعقيم الزبدة بتاعتك. زبدة برضو بقري وزبدة جاموسي. النهاردة هستعمل السمن الجاموسي، امبارح استعملت السمن البقري. بعد كده نزلت باللحمة المفرومة اللي احنا فرمناها مع بعض وهي نية كده. ومعنا بقى بابريكا، معنا بهارات مشاوي، معانا كمون، ومعانا هنا 7 بهارات، ومعانا هنا صلصه وعليها كده حبه زيت عشان تديني لمعه. السمنه حطيتها في الاول، حطيت سمنه بيورلاند الحلوب تديني الطعم الجميل، والزيت عشان يديني اللمعه. وهنا بقى حبيت اقطف كده حبه بقدونس على كزبره. بالنسبه لزبده بيورلاند او السمنه اللي عايزين اي طلب اوردر، هحط لكم رقم الواتس بتاعهم في التعليقات لو على الفيسبوك، وبرضو على اليوتيوب نفس الحكايه. الرقم الواتس هيكون موجود، تطلبوا منهم اي طلبات. عندهم كل العبوات، عبوات كبيره عبوات صغيره زي ما انتوا عايزين. والزبده الفاكيوم موجوده، الزبده اللي في العلب اللي زي دي، السمنه الصافي، كل حاجه موجوده وطعمها جميل جدا، بتخلي طعم الاكل حلو قوي. طبعا اخدت الخضره بتاعتي شبت وبقدونس وكزبره، غسلتها كويس جدا وقطعتها. وبعد كده هنا نزلت بكوبايتين من الرز، وقلبت بقى كده المكونات على بعض لغايه ما كلها كده ايه خدت ودت مع بعض وادتني اللون الجميل ده. زودت كميه من الصلصه عشان تديني لون حلو. ودي العطريات اللي احنا لسه قصينها مع بعض، النعناع على الروزميري. بقطفهم كده، بشيل العرق اللي في الوسط، وابتدي ان انا اجمع بقى الاوراق وهنقطعها كده المقص قطع صغيره جدا. وممكن تحطيها في الميكروويف تنشفيها، بس هي كده بتدي طعم وريحه حلوه قوي، بتودي الطعم في حته تانية خالص. هقلبهم بقى كده داخل الخلطه بتاعتنا بالشكل ده. ريحه يا جماعه مش قادره اقول لك، ريحتها جميله جدا. وتعالي هاتي بقى كده الاموره بتاعتنا دي. حبيت بقى كده ادفلكوا الجو كده مع الكرومبه مع الحطب اللي شغال ده، يدي كده حبه دفى جمال. قطعت الكرومبه بالشكل ده. هاتي كده الكرومبه الصغيره. الوصفه بتاعتنا عايزه الكرومبه اللي هي الصغيره، مش عايزه الكرومبه الكبيره. الحجم ده مناسب جدا للوصفه. حبيت اقطعهم كده ورقه ورقه. ممكن تحطيهم الكرومبه كلها على بعض وتشيلي الراس، او ممكن انت تقطعي ورقه ورقه زي ما انت عايزه كده. انا عشان مش هعملها كلها فاخدت الورق اللي في الاول وهسيب القلب. بعد كده تعالي بقى هاتي حله كده كبيره على النار، ورشه من الملح ورشه من الكمون. كمون عشان يطرد الغازات اللي بتبقى في الكرنب.
وبقى يا دوبك كده يعني بصي تقلبتين كده، وابتدي شيلي الورق عشان ما يتهريش منك اثناء التسويه، لان احنا لسه هنسويه طبعا. فيا دوبك هو تقلبتين على الناحيتين كده وطلعيه. وحتى لو ما كانش مستوي لما بنحطه فوق بعضه هو بيكمل تسويه. انا بحطهوش في ميه بارده ولا حاجه، يا دوبك كده تقلبتين وبحطه فوق بعض هو بيكمل تسويه. تعالوا بقى هنا بالنسبه بقى للكرنب هقطعه. شايفين الورقه الصغيره ازاي؟ هشيل يا دوبك العرق اللي هو في الوسط ده بس، مش اكتر من كده، وهسيب الورقه زي ما هي. كل الورق هعمله بالشكل ده. العروق بقى اللي انا قطعتها وطلعتها هجيب الصينيه بتاعتي، سواء صينيه الومنيوم او صينيه بايركس الموجوده عندك استخدميه. حطيت فيها العروق وقطعتها بالشكل ده. بعد كده جبت بوله صغيره حطيت فيها ورقه الكرنب، وابتديت انزل بالخلطه بتاعتنا. الخلطه يا جماعه ريحتها جميله جدا، مش قادره اقولك على جمال الريحه. السمنه اللي حطيناها ومجموعه العطريات، كل الحاجات دي اديتها ريحه جميله جدا. تعالوا نعمل مع بعض واحده كمان. بصي بوله كده صغيره، ما تبقاش بوله كبيره علشان تخلي لي شكل الكرنب شكله حلو. بصوا بقى اسهل طريقه، لا تقعدي بقى تعملي صباع صباع ولا اي حاجه، كل واحد ياخد 2 بولتين من دول يشبع ويبقى اخر تمام مع قطعه الفرخه او قطعه اللحمه. كده انت تمام وما اهدرتيش الوقت بتاعك، وفي ثواني كنتي مأكلاهم الكرنب، ولا اتأخرت ولا اي حاجه. في ثواني هتكوني عامله الكرنب بتاعك، سواء في على فكرة في حلة او في بايركس زي ما انت عايزة. انا عملت في الحلة وعملت في الصينية عادي جدا، الاتنين استووا تسوية جميلة. بنقفل كده عليها بالشكل ده، وفي التسوية يعني بصي شكلها روعة، ولا بتفتح ولا الصباع يخرج منه الرز ولا اي حاجة من الحاجات اللي انت بتشوفيها في صوابع الرز دي خالص. في ثواني هتكوني مخلصة حلة المحشي، هتكوني مخلصة الكرنباية كلها. بعد كده هنا جبت شوربه حطيت فيها ملح وفلفل اسود ومعلقتين من صلصه الطماطم. ظبطت بقى كده الشوربه بتاعتي. وهنحط برده من السمنه بتاعتنا، انا النهارده مستخدمه السمن الجاموسي. بعد كده بقى بورق زبده، او لو عندك ورق فويل هتغطي بورق الفويل فوق ورق الزبده، ما عندكيش بغطا او بصينيه تانية فوقيها وهدخلها الفرن. انا دخلتها الفرن. ودي حله تاني صوابع بقى للناس الفاضيه تعمل صوابع، اللي مش فاضي يعمل الوصفه ديت جميله جدا يا جماعه. طعم اللحمه بالطريقه اللي احنا عملناها ني في ني دي مدياها طعم رهيب، مش قادره اقول لك. بصي ادي نار مولعه خالص، سبتها بقى تكمل التسويه بتاعتها. وحله الصوابع حطينا عليها من السمن البقري تديها طعم وريحه جميله جدا. وهو بقى يا جماعه الريحه والطعم، انسي اي محشي كلتيه قبل كده اهو. جربي تحطي الزبده بيورلاند مع حبه العطريات اللي انا حطيتها دي، هتدي طعم تاني خالص للوصفه، حقيقي تحفه. الاول بعلي النار، اول ما بلاقي الشوربه بتاعتي تغلي ببتدي ان انا اهدي النار. والشوربه بتبقى تحت صباع من المحشي، ما تحطيش الشوربه تعوم صباع المحشي، لا الشوربه بتبقى تحت، لانها اول ما بتغلي وتفور تلاقيها بصي وصلت لمستوى اول صباع، فانا بحطها تحت صباعين من المحشي وهي بتفور. اروح مهديه النار، هتلاقي الشوربه بتاعتك نزلت واستوت على نار هاديه، بتاخد حوالي ساعه. تعالي بقى استمتعي ببولات الكرنب الجميله ديت اللي مش تاخد في ايدك دقايق كده وتكوني مخلصه الكرنبايه بتاعتك. استمتعي انت والولاد واكليهم محشي كل يوم. كل يوم هتعملي الكرنب بالطريقه دي. بصي ني في ني البوله في ثواني تكوني معبيه الرز بتاعك، جميله جدا وطعمها حلو قوي. جربي اللحمه مع الزبده مع حبه العطريات، موديه المحشي حقيقي في حته تانية خالص. الناس اللي مستصعبه تعمل محشي وتلف صوابع المحشي تعمله بالطريقه دي، حقيقي طعمه هيفرق تماما، خصوصا لما تعمليه بالطريقه دي. البصل ني في ني، اللحمه نيه، التوابل اللي حطيناها مخليه الطعم يا جماعه اكنك ما اكلتيش محشي حقيقي قبل كده. ودي بقى حله المحشي، الصوابع والبوله اللي في الوسط، شايفين التسويه بتاعتها جميله ازاي. حابه اوريكي برضو البوله سواء في الصينيه في الفرن او في على البوتاجاز، الاثنين التسويه بتاعتهم جميله جدا. شايفه الرز مستوي جميل ازاي. وحابه افكركم لو حابين تطلبوا اوردرات من بيورلاند الحلوب، احط لكم رقم الواتس في التعليقات.